النهارده الحمد لله شرفنا بتركيب مطبخ نجلة الحاج سيد. الحاج سيد انا بعتبره والدي او اخويا الكبير عشان ما كبروش قوي. وانا حابب اسمع تقييمه في المكان، في المطبخ وفي المواعيد وفي التسليم وفي كل حاجه. ده هو مبدئيا بس احب اقول جمله ان المهندس سامح بصرف النظر عن اي شيء التعامل معاه مريح. ربنا يبارك لك. يعني طبعا النتائج اللي احنا شفناها دي نتائج اوريدي كانت متوقعه كلها، انما التعامل اساسا بيخليك تحس كده بصرف النظر بقى ما تبقاش عايز تشوف حاجه. اهم حاجه تعامل مريح جدا يعني. بالنسبه للمطبخ والله في معلومه كده كنت قلتها له، ان اتعرض علينا اكتر من شخص، وفرح بنتي لما راحت اتفرجت عنده وقعدت معاه قالت جمله كده انا مش هنساها، قالت انا مش هعمل مطبخي غير عند المهندس سامح. ربنا يخليك. ودي حقيقه فعلا. وطبعا احنا لما جينا استلمنا المطبخ الراجل بسم الله ما شاء الله يعني مشكورا مره واثنين وثلاثه يجي لغايه ما انا اقول له اوكي تمام، والنهارده بقول له اوكي تمام. يعني ده يمكن ثالث يوم يجي لي كل ما اقول له على اي ملحوظه وملاحظ، يعني ملاحظ بقى انا المعيوب فيها، انما هو بيجي بيصلح لي كل شيء. فنقدر نقول جزاه الله خير. وباذن الله طبعا ده مش اول واخر تعامل. احنا عندنا كنت قلت له انا قبل كده عندي 5 بنات، واحده طلعت والثانيه اهي في 3 وراهم بقى. ان شاء الله يستلمهم هو ان شاء الله، وجزاه الله خير. وبصراحه يعني المطبخ فوق الروعه. ربنا يبارك له. متشكرين قوي. ربنا يخليك يا حاج سيد. انا مبسوط اصلا بالتعامل معاك، والحمد لله ان احنا قدرنا نوفي معاك، وبرضه احنا تحت امرك في اي حاجه. باذن الله. لا ده اللي جاي اكتر، اللي جاي اكتر بقى ان شاء الله. يا رب جزاك الله خير. الله يخليك.